السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع ابتدائي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض امتحانات المحافظات والإدارات للعام الدراسي 2023-2024. هنحل النهاردة محافظتين: محافظة القاهرة إدارة المرج التعليمية في كتاب الأضواء صفحة 176، والمحافظة الثانية محافظة القاهرة برضو إدارة شرق مدينة نصر التعليمية صفحة 177 و 178. كل مرة كده هنحل محافظتين. اولا لو انت لسه جديد معانا واول مرة تشوفنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو مع اصحابك لكي نستمر. هتلاقي عندك برضو في اسفل الفيديو قائمة تشغيل بحل جميع المحافظات. محافظة القاهرة، السؤال الاول: الف، امامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الارقام. 1. اعلى محافظات مصر سكانا هي؟ رقم 1 هنا بيشاور لي على محافظة القاهرة. أعلى محافظات مصر سكانا هي محافظة القاهرة، يبقى محافظة القاهرة. 2. محافظة حضرية، رقم 2. أنا عندي المحافظات الحضرية 4 محافظات: القاهرة، و2 ديت الإسكندرية وبورسعيد والسويس. يبقى رقم 2 دي محافظة حضرية، محافظة الإسكندرية. زي ما قلنا المحافظات الحضرية 4: القاهرة والإسكندرية بورسعيد ومحافظة السويس. 3. البحر اللي في شمال مصر ده البحر المتوسط، يبقى البحر المتوسط. أما اللي في الشرق ده البحر الأحمر، ده طبعا خليج العقبة، وده خليج السويس، وديت قناة السويس اللي بتوصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر. دي طبعا الصحراء الشرقية، والكبيرة دهيت الصحراء الغربية. وفي الغرب هنا حدودنا مع دولة ليبيا، في الجنوب حدودنا مع دولة السودان، وهنا حدودنا مع دولة فلسطين. 4 محافظات، رقم 4 بيشاور لي هنا على أكبر محافظة من حيث المساحة، وهي محافظة الوادي الجديد. محافظة الوادي الجديد، يبقى محافظة الوادي الجديد. ب. اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. 1. كل ما تركه لنا الأجداد من أماكن تاريخية وثقافية وأثرية، ده بقول عليه التراث الثقافي. التراث الثقافي، يبقى التراث الثقافي وكل ما تركه لنا الأجداد من أماكن تاريخية وثقافية وأثرية. 2. المسؤول عن رعاية مصالح الشعب، ده رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية، يبقى رئيس الجمهورية مسؤول عن رعاية مصالح الشعب. السؤال الثاني: ألف، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1. ترتفع نسبة الأمية بين سكان الريف، ديت صواب. نسبة الأمية بترتفع بين سكان الريف. 2. ينتشر فن التحطيب بين سكان الوجه البحري، دي خطأ، لأن فن التحطيب بينتشر بين سكان الوجه الإبلي. بين سكان الوجه الإبلي اللي هم الصعيد. ومحافظات الوجه الإبلي زي ما قلنا 9 محافظات: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة. 3. السلطة القضائية سلطة مستقلة تتولاها المحاكم المتنوعة، ديت صواب. السلطة القضائية سلطة مستقلة تتولاها المحاكم المتنوعة. 4. تعد مدينة القاهرة من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم، برضو ديت صواب. القاهرة التاريخية من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم. 5. عند زيارتك لأهرامات الجيزة فأنت تقوم بسياحة دينية، ديت خطأ، لأن أهرامات الجيزة دي سياحة ثقافية، يبقى أهرامات الجيزة سياحة ثقافية. 6. أسس بنك مصر أول شركة طيران في مصر، ديت صواب. ب. بما تفسر أهمية التعداد السكاني لمصر. أهمية التعداد السكاني ساعد على تحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. لتحديد الخدمات التي يحتاج إليها السكان في الحاضر والمستقبل، يبقى أهمية التعداد السكاني لتحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. السؤال الثالث: ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. 1. تعتبر زيارة مكتبة الإسكندرية سياحة، زيارة مكتبة الإسكندرية ديت سياحة ثقافية. 2. تنتشر رقصة البمبوطية بين سكان محافظة الإسماعيلية، يبقى رقصة البمبوطية بتنتشر بين سكان محافظة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد. 3 دول بقول عليهم مدن القناة. 3.
كتب المصريون القدماء على الورق المصنوع من نبات البردي. يبقى كتب المصريون القدماء على الورق المصنوع من نبات البردي. 4. يقع دير سانت كاترين في محافظة إيه؟ دير سانت كاترين بيقع في محافظة جنوب سيناء. يبقى دير سانت كاترين يقع في محافظة جنوب سيناء. 5. أحد الشوارع التي شملها مشروع تطوير القاهرة التاريخية هو شارع المعز. يبقى شارع المعز. ب. لمن ينسب العمل الآتي: مسؤول عن توفير رعاية صحية جيدة للمصريين؟ وزير الصحة. يبقى وزير الصحة ده مسؤول عن توفير رعاية صحية جيدة للمصريين. السؤال الرابع: ألف أكمل العبارات الآتية. 1. يعمل سكان الصحاري في حرفة الراعي. يبقى سكان الصحاري بيعملوا بحرفة الراعي. 2. الأمية الهجائية تعني عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة. يبقى الأمية الهجائية تعني عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة. 3. عادات وتقاليد الشعوب تعد من التراث الثقافي. يبقى عادات وتقاليد الشعوب من التراث الثقافي. 4. السياحة المستدامة هي السياحة التي تهدف للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. يبقى السياحة المستدامة هي السياحة التي تهدف للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. ب. صوب ما تحته خط. 1. أفضل مدينة سلام في العالم هي مرسى مطروح. هي مدينة شرم الشيخ. يبقى أفضل مدينة سلام في العالم هي مدينة شرم الشيخ. 2. تقام سباقات الإبل في الصعيد. سباقات الإبل تقام في سيناء. يبقى سباقات الإبل تقام في سيناء. المحافظة الثانية محافظة القاهرة، إدارة شرق مدينة نصر التعليمية. السؤال الأول: ألف أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام التالية. 1. محافظة قليلة في عدد السكان. رقم 1 هنا محافظة مرسى مطروح. يبقى محافظة قليلة في عدد السكان هنا محافظة مرسى مطروح. 2. الصحراء اللي في الشرق ده الصحراء الشرقية. يبقى 2 الصحراء الشرقية. أما اللي قبلها الكبيرة ديت الصحراء الغربية. ده طبعا نهر النيل أطول أنهار العالم، بيتفرع لفرعين، اللي على اليمين ده دمياط واللي على الشمال رشيد، وديت بحيرة ناصر. 3. مدينة تعتبر أهم وأكبر المدن التراثية في العالم. رقم 3 دي مدينة القاهرة. يبقى مدينة القاهرة التاريخية. 4. قناة. رقم 4 دي قناة السويس. يبقى 4 قناة السويس اللي بتربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر. ب. اذكر سببا واحدا لأهمية منصب المحافظ. أهمية منصب المحافظ: إدارة شؤون المحافظة وحفظ الأمن والنظام فيها، والإشراف على تنفيذ المشروعات بالمحافظة، ومتابعة جودة المرافق والخدمات العامة. يبقى إدارة شؤون المحافظة وحفظ الأمن والنظام فيها. يبقى أهمية منصب المحافظ إدارة شؤون المحافظة وحفظ الأمن والنظام فيها. 2. تعتبر شرم الشيخ مدينة جاذبة للسياح. ليه؟ هقول له لأنها تتميز بالمناخ المعتدل ومناظرها الطبيعية الخلابة. لأنها تتميز بالمناخ المعتدل ومناظرها الطبيعية الخلابة. يبقى لأنها تتميز بالمناخ المعتدل ومناظرها الطبيعية الخلابة مثل الجبال الشاهقة ومياه البحر الأحمر الصافية والشعاب المرجانية الملونة. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. 1. تظهر أعداد السكان بصفة مستمرة. ديت الساعة السكانية. 2. يحتفل سكان الواحات في مصر بعيد حصاد التمور والزيتون في شهر أكتوبر. يبقى عيد حصاد التمور والزيتون في منتصف أكتوبر. 3. ساهمت اليونسكو في ترميم مدينة صنعاء في دولة اليمن. 4. يوجد معبد إيزيس في جزيرة فيلة. 5. تعتبر زيارة مكتبة الإسكندرية سياحة. مكتبة الإسكندرية دي سياحة ثقافية. ب. اذكر نتيجة واحدة واحد. مشكلة الأمية على الفرد والمجتمع. تؤدي الأمية إلى انتشار الجهل والخرافات بين الناس، وانتشار البطالة والفقر، والتأثير سلبيا على برامج التنمية المستدامة. يبقى انتشار الجهل والخرافات بين
الناس. يبقى تؤدي الأمية إلى انتشار الجهل والخرافات بين الناس، وتقلل الأمية من فرص الحصول على عمل، وبالتالي انتشار البطالة والفقر. 2. اعتقاد المصريين القدماء في البعث والخلود. ايه اللي حصل لما اعتقد المصريين القدماء في البعث والخلود؟ هقول له قام المصريين القدماء ببناء الأهرامات لدفن الملك وكل الأشياء التي سوف يحتاج إليها بعد البعث. يبقى أدى إلى بناء المصريين القدماء للأهرامات لدفن الملك. يبقى أدى إلى بناء المصريين القدماء للأهرامات لدفن الملك وكل الأشياء التي سوف يحتاج إليها بعد البعث. السؤال الثالث: ألف، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخطأ. 1. يمثل رئيس الجمهورية السلطة القضائية في مصر. ديت خطأ، لأن رئيس الجمهورية يمثل السلطة التنفيذية. يبقى رئيس الجمهورية يمثل السلطة التنفيذية في مصر. 2. مصر أول دولة عربية وإفريقية أدخلت مترو الأنفاق. ديت صواب. 3. شيدت الكنيسة المعلقة على أحد الأبراج الشمالية لحصن بابليون. دي خطأ، لأن شيدت الكنيسة المعلقة على أحد الأبراج الجنوبية لحصن بابليون. 4. يشتهر صعيد مصر بفن التحطيب. هي صواب، صعيد مصر يشتهر بفن التحطيب. 5. وسائل النقل ساعدت على التواصل الحضاري بين الدول. برضو صواب، لأن وسائل النقل ساعدت على التواصل التجاري والحضاري بين الدول. ب. إلى من تنسب الأعمال التالية. 1. أمر بنحت تمثال أبو الهول الملك خفرع. يبقى الملك خفرع أمر بنحت تمثال أبو الهول. 2. إرسال رحلات إلى بلاد فينيقيا لجلب خشب الأرز. ده الملك سنفرو. الملك سنفرو. يبقى الملك سنفرو قام بإرسال رحلات إلى بلاد فينيقيا لجلب خشب الأرز. السؤال الرابع: ألف، أكمل العبارات الآتية بما بين القوسين. 1. استخدام المصريين القدماء ورق الكتابة عليه. ورق البردي. يبقى ورق البردي. 2. بني في عهد الاحتلال الروماني لمصر. ده حصن بابليون. حصن بابليون. يبقى بني في عهد الاحتلال الروماني لمصر حصن بابليون. 3. تم بناء برج القاهرة وتصميمه على شكل زهرة اللوتس. يبقى زهرة اللوتس. 4. دير يقع في محافظة جنوب سيناء. دير سانت كاترين. يبقى دير سانت كاترين. 5. يستخدم النقل في نقل الركاب والبضائع سريعة التلف. النقل الجوي. يبقى النقل الجوي يستخدم في نقل الركاب والبضائع سريعة التلف. اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. 1. نسبة ضئيلة من السكان يمارسون حرفة الرعي. دول بقول عليهم البدو. يبقى البدو. 2. عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة. دي الأمية الهجائية. الأمية الهجائية. يبقى الأمية الهجائية هي عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة. 3. استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة. ده بقول عليه النقل المستدام. النقل المستدام. يبقى النقل المستدام هو استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل امتحان محافظة القاهرة، إدارة المرج التعليمية وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية. واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.